اهلا بكم كل متابعيني على قناتي على اليوتيوب بتاعت ندى. النهارده هقدم لكم ازاي بنظم اللحوم بتاعتي في الفريزر. انا اول حاجه طبعا بجيب اللحوم بتاعتي بالشكل ده، احطها في اكياس التلاجة بالشكل ده. انا بجيب طبعا كميه عشان اشيلها في الفريزر عندي وتبقى جاهزه. وبعدين بجيب عندي ورق بالشكل ده عشان اكتب عليه كل حاجه فيها ايه. انا عندي مثلا هنا مثلا نص كيلو سجق بلدي، وعندي هنا مثلا في كيلو لحمة مفرومة. طب انا ليه بكتب الحاجات دي؟ انا بكتب الحاجات دي عشان انا لما بيتجمد باجي اطلعه وما بعرفش وبتلخبط بين الاكياس، فكده يبقى سهل عليا اطلع. في عندي نص كيلو لحمة مفرومة، في عندي هنا لحم أوصال قطع، يعني في 6 قطع، وفي هنا كيس تاني لحم أوصال 6 قطع، طبعا بتعملي حسب العدد اللي عندك. وفي كيس تاني لحم أوصال 4 قطع. في عندي هنا كمان ده كيس فيه هياكل الفراخ. انا طبعا خليتها واخدت منها الصدور عشان اعمله بانيه، وخدت الورق بتاعتها اشويها، وبقى عند الهياكل بستخدمها انا في الشوربه، واجي اطلعها تتلخبط بين الاكياس، فدي نحط عليه هياكل فراخ او دجاج زي ما بتسموها. وبعدين هنعمل ايه؟ نجيب السلوتيب اللي عندنا زي ده كده، ونقصه بالشكل ده كده، طبعا عشان الورقه الميه ما تبوظهاش. وده مثلا اهي زي ما انتم شايفين كيلو لحمه مفرومه، احطها كده على اللزقه عندي كده اهي، واجيب الكيس بتاعي احطها عليه بالشكل ده زي ما شايفين كده. نعمل واحده كمان، دي طبعا اللي هي مثلا الهياكل بتاعت الدجاج اللي انا قلنا هنستعملها في الشوربه، باجي احطها بالشكل ده واحطها على الكيس بتاعها بالشكل ده. طيب لحد كده كويس. بعد كده نعمل ايه؟ هنا مثلا عندي انا جايبه نص كيلو سجق اهو، اخد له برضه سولتيب اهو بالشكل ده، الزقها عليه واجي عليها واحطها كده بالشكل ده كده. عندي هنا لحم اوصال 6 قطع، طبعا انا عارفه انا حاطه في الاكياس ايه، طبعا عارفه ده مثلا ده 4 قطع، انا عارفه ان ده 6 وده 6 وده 6 اهو بالشكل ده. ده الاربع قطع لحمه اوصال 4 قطع، طبعا انت بتحطي العدد زي ما قلنا على حسب افراد الاسره وحسب العدد انت هتستعمليه اهو بالشكل ده. واحطها بالشكل ده كده، انا لزقته كله. طيب انا بقى لما باجي احطه في الفريزر بالشكل ده كده، طبعا الاكياس عندي كلها تاخد مساحه. انا بقى هعمل فكره جميله جدا عشان خاطر ما تاخدش عندي مكان، وهي ان انا بجيب علبه حفظ زي كده كبيره كده، ودي بتوفر لي مكان كبير في الفريزر، وابتدي احط فيها اللحوم بتاعتي بالشكل ده اهو كده 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 كده، طبعا لحد ما تاخد عندي. ممكن طبعا اجيب علبه كمان عشان اكمل فيها بالشكل ده كده، واروح احطها كده في الفريزر. شايفين كده؟ بحط انا لو علبه علبتين حسب الخزين اللي انا هحطه في
الفريزر واحط عندي العلب دي كلها في الفريزر، ما بتاخدش مكان خالص. ودي بتبقى علبة اللحوم، ممكن اعمل علبة للحوم وعلبة للدجاج او الفراخ وعلبة تانية للخضار واخزن فيها زي ما انا عايزة، ما بتاخدش مكان عندي في الفريزر. وفي نفس الوقت باجي اجيب منها بروح فاتحة بكل سهولة كده، وابقى عارفة ده الاوصال، ده المفروم، ده السجق، ده الدجاج، ده البانيه، ده الشوي، ببقى عارفة كل كيس فيه ايه. بس دي فكرة الغدا، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك على القناة، وشكرا ومع السلامة في فيديو تاني ان شاء الله.